كوكينا، أكلتك علينا. صوص الصلصة السريع من غير خالص ما نحطها على النار اساسا، وبنكهة جميلة جدا ان شاء الله. تعالوا نشوف اول حاجة هنعملها ايه. اول حاجة هنا هنحط 3 معالق من الكبار من الكاتشب. الكاتشب بيعمل طعم حلو جدا في الصلصة، ودول معلقتين كبار صلصة عادي. طبعا دول مركزين من غير اي اضافات، ولا ضفنا لهم اي حاجة ولا خففناهم. دول بقى معلقتين كبار من الزيت. شوفوا برضو اي نوع انت تحبيه، تعرفين مش بحب اعقد الموضوع. بعد كده هنحط ايه البهارات بقى بتاعتنا، اللي هتدي بقى نكهة تحفة جدا للصلصة بتاعتنا. هنحط طبعا الاساسي معلقة صغيرة زعتر، عشان دي طبعا اساس الصلصة. وربع معلقة بقى من كل الحاجات دي: توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، ملح وفلفل. طبعا الملح والفلفل دول حاولوا بقى، يعني اللي عايزين يزود يزود، او مش عايز براحته. الملح برضو ما تزودهوش، علشان احنا هنحط تركي وحاجات تانية، جبنة تركي، عشان ما تبقاش مالحة. هنحط بقى 3 معالق كبار مية سخنة، عشان بقى يفك الحاجات دي معانا، عشان ما يبقاش مكلكع. وما تحطوش طبعا كتير مية، علشان ما تبقاش خفيفة، عشان احنا عايزين الصلصة بتاعتنا تقيلة شوية. وبرضو نقلب كويس، علشان بصوا ما يكلكعش معانا البهارات بتاعتنا. بصوا كده تمام، خلصت. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ الميزة بقى كمان ان هي مش هتتسبك ولا تخلط طماطم ولا اصلا بالطماطم، وكمان الكاتشب عليها عاطيها طعم حلو. يا ريت بقى تجربوها وتبعتوها على صفحة كوكينا. تنسوناش بقى في اللايكات والتعليقات والاشتراكات الحلوة زيكم. كانت معكم ايمان مجدي من قناة كوكينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.